يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. والله يا ست لما يهل علينا صوتك الحلو مع هلال العيد وفرحته فتبقى الفرحة فرحتين وتتحفر جوه ذاكرتنا للأبد، فنفضل بعد سنين وكل ما نسمع الغنوة دي نلاقي روحنا وسط سيل من الذكريات ما نعرفش أوله من آخره عن تفاصيل ليلة العيد وحلاوتها. يعني مين مننا مش فاكر فطار آخر يوم رمضان، يوم الوقفة بعد صلاة المغرب وصوت التلفزيون أو الراديو بيعمل لنا انتقال سلس لحالتنا المزاجية، وهو بينوع أغانيه ما بين أغاني وداع رمضان وأغاني الاحتفال بالعيد وفرحته، مع إذاعة إعلان رؤية هلال شوال. فنشوف أهالينا الغاليين يبدأوا على طول مكالمات التليفون الأرضي طبعا أبو سلك قبل ظهور المحمول، ويتصلوا بقائمة طويلة معدة مسبقا وبالترتيب بأسماء الأهل والقرايب والحبايب والصحاب الأهم فالمهم لمعايدتهم عشان ما ينسوش حد ويفوتهم واجب وتبقى عيبة. وكانت كل البيوت بتتصرف بنفس الطريقة وتبقى بيوتنا مش ملاحقة على رنات التليفون، سواء احنا اللي بنتصل او بنستقبل الاتصال، وكأننا في سبق لتبادل التهاني والدعاء لبعض بالخير وبعيد سعيد. ونقعد بقى نرتب هنعمل ايه بعد صلاة العيد وجداول الخروجات والزيارات والتجمعات مع الاهل والاحباب في ايام العيد الثلاثة ومين هيروح فين. واحنا طبعا كأطفال بنشارك اهالينا كل طقوسهم من اول المعايدات وسماعة التليفون الارضي بتتنقل بين ايدينا الصغيرة علشان نعايد جدودنا واعمامنا وذوي رحمنا، واحنا من جوانا بنمني نفسنا بفلوس العيدية الكتير اللي هنجمعها بكرة من الام والاب والخالات والعمات والقرايب والجيران واي حد عموما من اللي هنتجمع معاهم، سواء احنا اللي هنروح لهم او هم اللي هيجونا. ويا سلام بقى لو كان من ضمن الترتيبات خروجة حلوة في جنينة زي جنينة الحيوان او الميريلاند والسندباد والفسطاط او حتى القناطر الخيرية، وناخد معانا شنطتنا الكبيرة فيها الملاية الكروهات المشهورة في الفترة دي وترمس شاي وكوبايات وعلب رنجة وفسيخ وسندوتشات وخس وبصل اخضر علشان نتغدى بره في العيد. وكنا نسهر ليلتها او ما ننامش خالص من كتر الاثارة والتشويق، وده طبعا بعد ما يكون اهلنا كسكان حضريين قاهريين تحديدا نزلوا قبلها وسط البلد او حتى الاسواق الشعبية المشهورة ببيع الهدوم زي المسكي والوكالة وغيرهم. كل أسرة كان ليها سوقها على حسب مكانتها وطبقتها الاجتماعية وذوقها في اللبس، وأكيد طبعا قدرتها المالية والشرائية عشان يشتروا لنا لبس العيد الجديد أو الكسوة، واللي كانت ساعات بتبقى كل لبسنا اللي بيتجاب من السنة للسنة، فتكون فرحتنا بيها مضاعفة بإحساس صعب يفهموا مواليد الألفية الجديدة اللي بيشتروا اللبس في أي وقت من السنة ومن غير الارتباط بمواسم، فما بقوش حاسين قوي بإحساس جيلنا ناحية كسوة العيد ولبسه الجديد، واللي من كتر فرحتنا بيه كنا ناخده في حضننا من قبل العيد بيوم وساعات بأيام وننام واحنا حاضنينه لحد يوم العيد الصبح واحنا بنغني يا برتقان احمر وصغير بكره الوقفه وبعده نغير. يعني هنقلع هدومنا القديمه ونلبس هدوم العيد الجديده مع اول طلعه لشمس يوم العيد، وكنا نفضل بين النوم والصحيان وخيالنا شغال بنحلم وبنحسب هنعمل ايه بالعيديه وهنجيب ايه وهنتبسط ازاي في ظل وسائل الترفيه البسيطه والمحدوده اللي كانت متاحه لجيلنا وقتها، واللي طبعا بالنسبه للمتاح دلوقتي كانت حاجه على مقاسهم قوي يعني، او يمكن كمان ولا حاجة، بس كانت كل حاجة لجيلنا وبنستناها على نار من العيد للعيد وبتبسطنا قوي. وطبعا شغال في الخلفية عندنا كلنا أغنية أهلا بالعيد لصفاء أبو السعود، واللي كانت قاسم مشترك في كل أيام عيدنا، وأنكل سعد نبيها اللي كلنا كنا بنسأل عليه وعايزين نعرف مين أنكل ده، وحاجة في منتهى براءة الأطفال للحقيقة. حكايات كتير قوي فاكرين إحساسها لحد دلوقتي، لا وعايشين على ذكرياتها وبقينا بنكترها زي الجمل عشان نحس بشوية فرحة حلوة من بتاعة زمان، واللي مع كل الإمكانيات الرهيبة اللي متاحة لينا دلوقتي مش عارفين نعمل شبهها حتى. فرحة كنا بنعيشها بكل حواسنا، من شم ريحة العجين لطعم الكحك لملمس وريحة الهدوم الجديدة ولون فستان البنت ونايشين بدلة الضابط للولد وصوت الأغاني
أغاني من الراديو أو التلفزيون، وحتى أغاني أهالينا الشعبية حوالين طشت العجين وسجات الكحك وجنب اللفران، ويا كحك العيد يا احنا يا بسكويت يا احنا، وصوت شخللة العملات النقدية الفضة في شنطنا الصغيرة كبنات وفي جيوب بناطيل الولاد، وريحة العملات الورق الجديدة وملمسها اللي كان ممكن يجرح صوابعنا الصغيرة من كتر ما هي حادة، ولا صوت ماما الغالية وهي بتقول هاتوا العيدية شيلها لكم بدل ما تضيع، وصوت وطعم ولون وريحة الحاجات اللي كانت موجودة في زماننا وكنا بنشتريها بالعيدية، اللوليتا والبوزو أو الكراتيه واللب والسوداني والفندق كنا بنقول عليه أرواح، وحتى الألعاب المختلفة، ألعابنا برا البيت في الشارع زي الأولى والكورة والمراجيح، أو جوه البيت زي السلم والتعبان وبنك الحظ وغيرهم، وحوالينا صواني الكحك وباقي حلويات العيد وكوبايات الحليب أو الشاي بحليب ومجلات ميكي وسمير وعلاء الدين وتنتان للأطفال المثقفين مننا يعني، أو الألعاب اللي كنا بنشتريها وبتختلف بين الولاد والبنات من مسدسات الرش للعرايس والبلي والبلالين والمكانو وغيرهم، وألف ذكرى وذكرى، يا الله راح فين كل ده وعدى بناسه الحلوين الطيبين وذكرياتنا معاهم واللي كانت أحلى بكتير قوي من حضرنا دلوقتي للأسف. والحقيقة إن حتى مع استمرار وجود الأساسيات في طقوس ومظاهر احتفالات العيد من الكحك واللبس والخروجات، إلا إن التفاصيل مختلفة ما بين الأجيال، فشتان ما بين ذكريات جيلنا مع العيد وقت ما كان العيد فرحة بجد مش مجرد أغنية، وكان ضحكة صافية طالعة من القلب كنا بنحس بيها من قبل ما يجي العيد بكتير، من كتر انشغالنا في الترتيبات والتجهيزات والتفاصيل واللي خلت للعيد في ذاكرتنا طابع اجتماعي جمعي ووجداني حقيقي وقوي وثري جدا، ونوستالجيا مميزة مليانة صور وتفاصيل وحكايات وألوان وذكريات كتيرة جميلة وطيبة ودافية قوي لصلة الرحم، والفرحة كانت أقوى وأحن وأدفى ألف مرة من احتفالات الأجيال الجديدة بالعيد دلوقتي، واللي أساسها الفردية والافتراضية، السوشيال ميديا والمعايدات برسائل الموبايل النمطية اللي بتتبعت كوبي بيست ونسخ ولزق للكل من غير تمييز ولا تفضيل ويمكن ولا حتى شعور حقيقي، وباقي طرق احتفالات الجيل ده بالعيد واللي بالنسبة لنا مملة جدا، ومعظمها خروجات للمولات والكافيهات وسفريات للسخنة والساحل طيب أو شرير أو للمناطق الشبيهة، بقى يطلعها أولادنا مع شلة الصحاب ويقضوا العيد بعيد عن دفى ولمة العيلة الصغيرة والكبيرة اللي عشناها في تجمعات زمان مع أهالينا، مع شوية صور على الفيس والإنستا بفلاتر بتزيف الشكل وضحكة ممكن تكون مصطنعة مرسومة عشان الصورة تطلع حلوة حتى لو الضحكة تمثيل ومن غير روح، فتزيف كمان الإحساس، ويدوب تتسجل ذكرى سريعة بتاعت وقتها وتتنسي بمجرد انتهاء الرحلة من غير ما يشغل الجيل ده انهم يبنوا ذكريات مميزة للمناسبة تتعمل على الهادي وتاخد وقت ومجهود ومشاعر حقيقية فتبقى عميقة وتتحفر جواهم وتعيش كتير لسنين زي ما ذكرياتنا عايشة معانا لحد دلوقتي بعد سنين السنين. بس نقول ايه، للأسف بكرة هيعرفوا قيمة صنع ذكريات حقيقية مع الأهل والأحباب. بس في النهاية وحتى مع الاختلاف في طريقة الاحتفال بيننا وبين الأجيال الجديدة بالعيد بيفضل دايما في خط ثابت متوزع عليه طقوس أساسية مكملة ومستمرة معانا من زمان للآن والقدام، زي العداية والكحك والفسح واللبس الجديد. تتم بقى مع مين وفين وازاي دي بتختلف من جيل لجيل، وحتى برضو لو حصلت اختلافات بين اللي بحكيه وبين اللي عاشوا بعضكم من نفس الجيل فده طبيعي برضو بحكم اختلاف التوزيع الجغرافي بين القاهريين والسواحلية وناس بحري والصعيد والنوبة والبدو، وخصوصية الأعراف والعادات والتقاليد الخاصة بكل مجموعة، أو اختلاف التصنيف الاجتماعي والمادي وغيره، لكن دايما الروح الأصلية العامة بتفضل موجودة ومكملة بس بتنويعات مختلفة، وده لأن الطقوس والمظاهر المتوارثة للعيد بقت جزء من تراثنا المميز غير المادي
الحيوانات دي. واللي ما كانش في بالنا كأطفال ومع فرحتنا بالعيد إننا نسأل عن أصل الطقوس دي، وليه الاحتفال بالعيد بيتم كده تحديدا، وليه ارتبط بمظاهر معينة زي عمايل حلويات بشكل معين زي الكحك ومشتقاته، ويعني ايه عيدية، وليه أصلا في تبادل للعيديات النقدية في الوقت ده، وليه شراء ولبس هدوم جديدة، وايه أصل الطقوس الكتير دي واللي فضلت ملازمة بيوتنا وبتتكرر على مر السنين ومهما الزمن عدى وبنفس الروح تقريبا من أيام جدودنا وتوارثها أهالينا وبعضهم إحنا وبعدين عيالنا وبعضهم عيالهم وعيال عيالهم من بعضهم إن شاء الله. وعشان ما أطولش عليكم أكتر من كده استنوني واستنوا الفيديو الجاي إن شاء الله عشان أجاوبكم عن كل الأسئلة دي. وقبل ما أسيبكم هقولها تاني، كل سنة وأنا وكل جيلي جيل السبعينات الطيبين اللي عاشوا كل طقوس العيد الجميلة دي واستمتعوا بيها ولسه بيكتروا ذكرياتها عشان يكملوا استمتاع حقيقي في زماننا ده، طيبين وبخير وفرحانين. واستنوني الفيديو الجاي.